شايفين طبق الفول الجميل ده؟ حاجة بصراحة تفتح الشهية خالص يعني. شوفوا حلاوته، شوفوا طعامته، جميل قوي والله، الله عليه. بس على فكرة طبق الفول ده او الفول، حتى حباية فول واحدة ممكن تدخل طفلك المستشفى. ليه يا دكتور؟ كفالة الشر، هو مسمم ولا حاجة؟ لا ابدا، ده بيعمل تكسير في كرات الدم الحمراء. هيسبب ايه؟ فجأة كده هتلاقي الطفل حصل له اصفرار شديد في الوجه، اصفرار شديد في الجلد، بياض العين كله اصفر، لون البول بتاعه بيبقى غامق جدا عامل زي الشاي الخفيف كده، ضربات القلب بتاعته بتبقى سريعة سريعة سريعة، بيحصل عنده كتمة نفس أو ضيق في التنفس، وممكن يحصل عنده هبوط مفاجئ. طيب ده ايه السبب؟ ده نتيجة مرض اسمه أنيميا الفول أو G6PD. المرض ده يا جماعة بيكون سببه نقص في إنزيم مهم جدا اسمه G6PD. الإنزيم ده موجود جوه كرات الدم الحمراء. وظيفته ايه؟ وظيفته انه بيحميها من المواد اللي بتعمل تكسير او تدمير لخلايا الدم الحمراء. طيب لما الانزيم ده يكون ناقص ايه اللي هيحصل؟ كرات الدم الحمراء هتتكسر بسهولة، وده بيعمل انيميا حادة فجأة. المرض ده وراثي. فاكرين لما اتكلمنا في الفيديو السابق عن مرض دوشن ماسكولار ديستروفي وقلنا ان هو وراثي؟ برضو المرض ده وراثي، بينتقل من الاهل للاولاد. طيب يا دكتور محمد، انا اعرف ازاي ان ابني عنده انيميا الفول؟ لو في تاريخ في العيله خلاص مفيش مشكله، تاريخ للمرض في العيله خلاص، ايه بنحط دي في الاعتبار. في تحليل في غايه الاهميه وده اساسي اسمه G6PD انزيم اكتيفيتي. بعمله امتى وايه فايده التحليل ده؟ لازم اعمله يا جماعه يكون حاله الطفل مستقره، يعني مش اثناء نوبه تكسير كرات الدم الحمراء وعنده نوبه واتكسر وهدخله المستشفى والقصه دي كلها، لا، عشان النتيجه احيانا بتطلع خطا طبيعي، انها ممكن تطلع ايه غلط مثلا ولا حاجه، بيبقى خطا معماري يعني. فلو انا شك ان النتيجه بتاعته مش مظبوطه بعتها ايه بعد اسبوعين. يبقى لازم تحليل G6PD انزيم اكتيفيتي، لازم تكون حاله الطفل مستقره، يفضل ان انا اعملها وحاله الطفل مستقره تجنبا لايه لاي اخطاء. لو النتيجه اللي هو نشاط الانزيم ده G6PD ده النتيجه بتاعته قليله ناقصه يعني، هيبقى عنده بالتالي نقص في انزيم G6PD. كمان ممكن اعمل صوره دم كامله CBC، هي ما بتشخصش المرض بس بتبين اذا كان في انيميا او في تكسير في الدم. كمان ممكن اعمل تحليل البيليروبين في الدم، لو الطفل عنده اصفرار مثلا ولا حاجه فممكن ايه اذا كان السبب بتاع اصفرار ده انيميا او تكسير في الدم. طبعا الكلمه المعهوده اللي انا دايما بقولها وبعتها، الوقايه خير من العلاج. يبقى الوقايه بالنسبه للمرض ده بالنسبه للفول والبقوليات، القائمة دي لازم تكون موجودة، قائمة الممنوعات يا جماعة لازم تكون موجودة مع كل أم ومع كل أب. وأي مرض للطفل بأي مرض يعني عنده نزلة معوية، نزلة شعبية، نزلة برد، المهم لو زرت الطبيب أول كلمة ما أخش للطبيب بتاعي قبل ما أنسى كأم أو كأب، يا دكتور الطفل ده عنده أنيميا الفول. ليه؟ عشان يتجنب أدوية معينة هنقول عليها دلوقتي. هي الحمد لله يعني أدوية ما عادتش بتتاخد إلا في أمراض محدودة جدا، إنما برضو لازم نكون عارفين. يبقى قلنا أول حاجة الفول والبقوليات، تاني حاجة الأدوية مثلا زي السلفة بكل أنواعها، زي الأسبرين، بعض المضادات الحيوية زي مادة الكلورامفينيكول. عارفين النفتالين اللي احنا بنحطه في اللبس ده عشان العتة وعشان الحاجات دي كلها،
برضو دي محدش بياكلها طبعا يعني، بس حتى من ايه، من شدة الريحة بتاعتها ممكن بيحصل لها امتصاص عن طريق الجلد وبيبقى ليها دور برضو نخلي بالنا منها. ده بالنسبة للايه الوقاية. طيب العلاج بتاعه لحد دلوقتي يا جماعة هو ملوش علاج، ملوش علاج غير الوقاية فقط لا غير، حتى لو علاج غالي، حتى لو علاج غالي. يعني احنا لما اتكلمنا في فيديو الدوشن قلنا ان هو بعد 2023 خلاص الحمد لله الفيدز ده كعلاج جيني والحمد لله غالي جدا 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 بملايين الجنيهات، بس هو علاج شافي. طيب بالنسبة للجي 6 بي دي لا ملوش علاج، انما لو حصلت نوبة تكسير على طول الطفل في الحالة دي لازم بيدخل الايه المستشفى. ممكن يحتاج سوائل طبعا معوضة على طول، بيحتاج اكسجين عشان بيبقى عنده ضيق في التنفس، وممكن في الحالات الشديدة طبعا بيكون بنعمل له تحليل دم. أنيميا الفول مرض بسيط في التعامل معاه، بس لو تجاهلناه بيكون طبعا ايه خطير جدا. طبق الفول الجميل اللي احنا شايفينه ده ممكن يسبب أزمة خطيرة. انشروا الفيديو لكل أب ولكل أم عشان يحافظوا على صحة أولادهم، واوعوا تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناة. كان معكم دكتور محمد اليماني، قناة طبيب الأسرة.